اسمي خديجة، سن 43 سنة، مستوى عندي الماجستير في القانون باللغة الفرنسية. كنت كنشتغل كمسيرة في شركة ديال التأمين كبيرة. مطلقة، عندي طفلين صغار. كنت كنعيش حياة هادئة زوينة بزاف مع وليداتي، ما كاين حتى شي مشكل، كما تيقولوا لا في اون غوز. الحمد لله. عائلتي حتى هي عائلة الحمد لله مثقفة، محافظة، متوسطة، بخير. يعني ما عنديش حتى شي حاجة اللي غنقدر نخاف منها ولا غنخاف عليها ابا ولادي. في يوم من الايام نقلبت حياتي على راسا على عقب. مشكل كبير ما كنتش كنظنه، كبر، هو اصلا كان كبير وما كنتش حاسه بوجوده نهائيا. كانت سببه اعز صديقاتي، كنت كنعرفها مده سنين. كان عندها السوارت ديال البيت ديالي، كان ولادها هما ولادي، كانت حياتها هي حياتي. كنت كنثق فيها اكثر من راسي. كانت لفعه في داري، كنت اي بلاصه نمشي ليها الا ما قلتش لها انا غنمشي لها كنحس بشي حاجه ناقصاني لهاد الدرجه. حتى الا كنت في العمل ديالي عيطت لها وقلت لها عافاك دوزي للدار نجي نلقاك. كتعرفي هذيك لانتيميتي اللي كتكون اونتر دو بيرسون كي سو شيرش، سي كوم صح، حسيت براسي بحال اختي اللي ما ولداتش ليا امي. في يوم من الايام كانت طرحت عليا واحد المشكل، قالت لي راه عندي مشكل ديال الناس كيتسالوني شي فلوس، وانا كنت على علم بهذا المشكل هذا، وانما ما انا بحكم طبعي ماشي فضوليه جدا، كنخليك انت اللي تجي عندي وتحكي لي المشكل ديالك بطلاقه، ماشي انا اللي غنبحث عليه، اولا غادي نخليك تخرجي من لا زون دو كونفور ديالك ونجبرك على انك تحكي لي. عرفت واش عندها شي مشاكل مع زوجها هذا. قالت لي راه خاصني واحد القدر ديال الفلوس، وهذاك القدر الناس كاين شي ناس اللي غيعطيوهم ليا، ولا انما خاصهم ضمان. بحكم هي ما عندهاش شيكات، انا الشيكات اللي كانوا عندي ليميتي، كتعرفي لو كارني الشيك اللي تيكون فيه غير 25. قلت لها غنعطيك انا شيك دو غارونتي على اساس انا غادي تستلفي هذوك الفلوس وتقضي بهم المشاكل ديالك، ولاني ترد لي زعما داك الشيك غادي يكون عند انسان اللي ثقه. انا ما تخيلتش نهائيا ولا تصورت على بالي بان ممكن غدير هاد الخطوه اللي درت معها. انا درتها ماشي بغباء او لا، درتها بعفويه، عفويه ساذجه. باقي ما عطيتها حتى حاجه. ملي عطيتو لها قالت لي لا، من الاحسن انا قال لي السيد جيبي لي شيك او نو دو لا سوسيتي باش نضمن الفلوس ديالي. انا كان عندي شيكات ديال لا سوسيتي. قلت لها شوفي غندير معاك واحد المغامره، ولان ما تخطرش ليا على بالي بان غيوقع مشكل كبير. قلت لها ولاني امو تردي ليا. قلت لي صافي الله يهديك خديجه واش حنايا كنلعبوا. قلت لها شوفي امو تردي ليا، ترجعي لنا فلوس تردي ليا. عطيتو ليها، مشات عمرت فيه 45 مليون هي وصديق ديالها، ودفعته وتخلصت فيه. طاحت في مشكل كبير بين ليلة وعشي وضحاها. جو عندي الشرطة البيت ديالي كيدقوا عليا، سلام اسم كريم تاطان، احنا الشرطة ولائية. مرحبا، لقاوني قال شكون معك في البيت؟ قلت لهم عندي وليداتي. لقاوني كنحفظ فيهم، حاطه كتبه ديال وليداتي الكوتي كنحفظ فيهم، كتستعد ندير العشاء. يعني اسره صغيره مي مثاليه الحمد لله. هما تصدموا، الضابط تصدم، قال لي ما عرفتش التبليت ملي شفت الاطفال وكتوبه وانتي وهذا الوضع اللي هو هادئ. بديت كنتسائل مع راسي اش ممكن هاد السيده تكون دارت. قال يمكن نهضر معاك على جنب. قلت لي مرحبا، ما كاين حتى مشكل. قال لي عرفتي علاش حنايا هنا؟ قلت لي لا سيدي والله ما عرفتك، ما ياك ما عنديش بخوتي في الطوموبيل، ياك ما ضربت شي حد وانا ما سيقاش الخبار، ياك وليني ما غاديش تجي عندي بهذا الشكل، ياك ما الوالده ديالي، ياك ما الوالد ديالي، والد الله يرحمه توفات، ياك ما الوالد، ياك ما شي حد، انا مشاش ليا بالي. لا قال لي كان عندك في امانه واحد لوشاك بسميت لا سوسيتي هذيك. قلت له نعم. صرفتيه؟ لا. اعطيتيه لشي حد فلانه؟ نعم. تخباك بان صرفاتو؟ كون صبت نولي فرخ حمامه، نشق الارض وتبلعني نختفي. كنت تمنيت ديك اللحظه نغمض عيني نرمش نحل نلقى راسي في عالم اخر، او لا ان كوشمار اللي غنفيق. كنقول يا ربي نفيق، انا كنحلم كنعبط في راسي كنقول غنفيق دابا، لا غنفيق سي با بوسيبل. كندير بحال هكا كنلقاهم واقفين بجوج، يعني ماشي حلم، كابوس غنعيشو من ديك اللحظه.
وهذاك الضابط كنشكرو، تعامل معايا بكل احترام بكل ادب. ما لقيناهاش ما لقيناهاش. وباش يعاود معايا التحقيق خصني نغادر البيت، خصني ديك الساعه ديوني وعندي طفلين كي غندير معاهم. طلبته قلت له الله يجزيك بخير، وليداتي ما بغاوش يشوفوني، قال لي ما غنديروا معاك حتى شي اجراء نهائيا، بحال حنا خوتك جينا عندك. كنشكر هذوك الضباط، تعاملوا معايا زوين واحترموا وجود وليداتي، احترموا شعورهم بجوجهم، كل واحد هز واحد. قال لي فاش غادي ديري؟ حنا ما غاديش ندوك في بارتنير، ما غاديش ندوك ديال الامن الوطني، عندك سيارتي؟ قلت لهم نعم. قال لي غادي تمشي للولايه وتاخدي وليداتك اللور وحنا غنتبعوك حيت احترمناك. قال لي باقا نعقل، قال لي حنا شرطه قضائيه، حنا من نشوف ديال الانسان كنعرفوه داير او ما دايرش، ولين يقدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله يكون خير. مشيت معاهم داروا معايا تحقيقات. قبل ما يديروا التحقيقات عيطت للطليق ديالي، درت التسليم ديال القاصرين بكل هدوء، بحسوا حتى حاجه بحال غادي يداروا. حتى الطريقه باش تعامل مع ولادي ما نساهاش، ولاني واخا حيت طلبتهم قلت لهم ما بغيتهمش يتخيلوا شي نهار او لا تبقى لهم عالقه في الذاكره ديالهم هذا المنظر ديال الاعتقال ديال ماماهم. وفعلا حقوا لي داك الشيء، جا باباهم داهم وبقيت في التحقيقات. المفاجاه الكبرى اللي كبر من هادي هو انا في خضم التحقيقات نعطيتهم الاسم والكنيه ديال السيده اللي عطيتها له شك، لقيتها انها غوش شي 2 مرات، انها في طور البحث اصلا. كيفاش ممكن انك تعيش مع انسانه وتشاركيها حياتك وما تعرفيش بان عندها مشاكل قضائيه، بانها غوشيرشي، وتامنيها على ولادك وتامنيها على دارك وعلى بيتك وعلى فراشك، وهي ديجا عندها 2 بلانات كما تيقولوا، والثالث هو ديالك. ممنوعه من مغادره التراب الوطني، ممنوعه من اصدار شيكات. عرفتي كنهضر معاك دابا كيقشعر لي البدن. واش انا فين كان راسي؟ واش تربيتي والسذاجه اللي فيا، ثقتي الغير مشروطه، شنو الديفو فيا انا؟ يمكن ما كنعرفش، ما عرفتش واش هاد القرايه كلها اللي قريتها واستكمال الدراسه ديالي على الخارج والرجوع ومجال العمل 16 عام والناس اللي دخلت معاهم، واش كلهم هاد الناس كلهم بعقلهم وانا ماشي بعقلي؟ النهار الاول اللي دوزته هنا في السجن، اول حاجه فكرت فيها، اول حاجه اللي كتجيني على بالي شكون انا. كتعرفي لو ريسيكلاج، اعاده تانيب، ماشي تانيب ضمير. بديت كنقلب على راسي، اصلا انا شكون في هذا العالم هذا؟ انا ما يمكنش نكون ملاك، انا انسان عندي اخطاء ديالي وعندي صفات خايبه وصفات خايبه، انسان عادي. كيفاش ممكن انك تشاركي شي حاجه مع انسان بهذا الشكل؟ واش لفعه كانت جالسه حدايا وكنت كنشوفها ملاك؟ راه ما يمكنش. ملي بديت كنرجع اسطوانه ديال حياتي معاه واللقطات، كنت كنشوف كاينين ديال السنين انا ما رديتش ليهم البال، كاينين كلمات كانت كتقال عفويه، كاين ديال السنين من عند الله سبحانه وتعالى كنت كنعطيوها اهتمام، كنت كنوقف عندها. حيت ربي كيعطيك الاشاره الاولى والاشاره الثانيه والاشاره الثالثه، الانتويسيون ديالك كتخدم. مازال ما تحكمتش، كنتظر الحكم ديالي وانا عارفه غادي انا مخطئه اصلا، انا مذنبه. شهرين دابا ما كندوزش السجن، باقي ما كندوزوش، كندوز حاله اعتقال. من غادي يجي الحكم ديالي غادي نعيش حاله السجن، انا معتقله، باقي ما عرفاش المصير ديالي. كل دقيقه الدموع جفت، مبقاش عندي علاش نبكي، بس خايفه لي يعموا لي عينيا من يخرج ما نلقاهمش. كنتمنى ما يبقاوش عاقلين هذيك اللحظه، فقط شي الواحد كيعزف نفسي، ماما فين غادي؟ هاد 9 الليل غنرجعو. قلت لها غنرجعو. كنشكر الضباط بزاف، كنشكرهم من قلبي والله. واخا الظرف كان خايب، وانما باش تعاملوا معايا ومع ولادي ما كيتنساوش، الله يجازيهم بخير. احترموني واحترموا سنهم، وحاولوا ما امكن ما يعيشوهمش حاله الاعتقال. كنشكرهم بزاف بزاف ديال الميساجات، إعادة النظر في حياة كاملة.
كنشكر الله على هاد الاعتقال تا هو نيت باش يسكويني شي شويه، يقويني شويه، ولي باش نخرج شريره من هنا، باش نخرج حاقده من هنا، إعادة بناء نفسي. نولي نعرف نميز شي شويه، نولي نميز ماشي شويه بزاف كاع. الثقه ولات بالنسبه لي انا غباء واعتقال، ولا بالنسبه لي السجن وسلب الحريه. نهار اللي غنثيق فيك، نهار اللي غادي نكون معولة على خطوه، يا اما حياتي تقلب راسا على عقب. الثقه بالنسبه لي ايغال شنو هي؟ نايفتي ابسولو. انا نثيق فيك ولات بالنسبه لي شي حاجه هي السذاجه. نثيق فيك يعني انا استغليت على نفسي. نثيق فيك يعني انا ممكن اديني خصني ندير ديما ان بورسونتاج في بنادم ملي نهضر معاه او ملي نعاشرو، ندير ديما احتمال الغدر، ما نعطيكش الامان 100%. غتجي عندي مصلحتك، غتهضري معايا على مصلحتك، نهار اللي غتجي على مصلحتك، نهار اللي غتمشي تقادات في مصلحتك، مصلحتك فيا تقادات سيتو. ما يبقاش ليا علاش، ما بقاش كنتسائل دابا. اكيد اني ملي نخرج ان شاء الله ما بقاش الا جيتي عندي مرحبا، مشيتي سواء سيان عندي. الانسان يحسب اي اكت غادي يديرو مع شي واحد اخر، يحسب لي 1000 حساب، ويدير احتمال دائما احتمال الغدر وسوء النيه في الناس. ما بقاتش ثقه في الناس. وحيد الانسان السذاجه، يحكم عقله قبل قلبه بزاف، فكر بعقله، يفكر في العواقب اللي ممكن تكون من هاد الخطوه اللي نقدر ندير. مثلا طلبت مني شي طلب، هذاك الطلب اللي مكانش غادي نفكر في العواقب اكثر من نفكر في الايجابيات. ماشي باش ندير لك انت يا خاطرك انا ندمر حياتي كامله. ولا يكون هذا الانسان شكون هو الا ابوك وامك، ابار الاب والام. لا اسمح لي بزاف.